اتعلمنا ازاي نعرض المشاكل والعيوب والمميزات اللي موجوده في المنتج من غير ما ياثر على قرار العميل في الشراء، وتعلمنا قوه الصمت. النهارده بقى هنربط كل ده ببعضه ونمشي مع العميل خطوه بخطوه في رحله الشراء من اول ما يشوف المنتج لحد ما يقول لك تمام انا عاوز المنتج ده. الرحله دي اسمها ايديا ميثود او رحله عايده. ميثود ده مش نموذج نظري، لا ده دليل عملي بيقيس اذا كنت انت بتبيع صح ولا لا، ولا بتضيع فرص كل يوم وانت مش واخد بالك. ايديا ميثود دي اختصار لاربع كلمات. حرف الايه معناه الاتنشن، ان انت اول حاجه لازم تجذب انتباه العميل. وحرف الاي معناه الانترست، ان انت تثير اهتمام العميل، تخلي العميل مهتم ان هو يشتري المنتج ده. والدي ديزاير، ان انت تخلق رغبه ان هو لازم يشتري دلوقتي. وبعدين تخليه ياخد القرار بالشراء اللي هو الاكشن. طبعا الكلام ده مش هيبان الا اذا انت طبقت، قلنا مثال عملي عشان تفهم الكونسيكونس الموجود ده وتقدر تتعامل بيه في البيع. نبدا بالاول حاجه، جذب الانتباه، الاتنشن. ازاي تجذب الانتباه؟ بص على مثلا عميل دخل عليك عندك الصيدليه، هو واقف عند منتجات البشره، وواضح جدا ان هو عاوز حاجه للترطيب. فهنا انت عاوز تشد انتباهه ازاي؟ مثلا يعني لسه واصل عندنا مرطب ممتاز جدا، ناس كتير استعملته وجاب معاهم نتيجه ممتازه في اول اسبوع. بس انت كده بس من كل اللي انت بتقوله ان انت بتشد انتباه العميل، انت ما بتقولوش اشتري، لا ده انت بتعرفه ان انا عندي منتج ممتاز جدا اللي انت عاوزه. وبعد ما شدينا انتباه العميل دلوقتي تبدا تشرح بلغه بسيطه بحيث انك تثير اهتمامه. الاهتمام مش بينطلب، لا احنا نطلب من العميل الاهتمام. دلوقتي المرطب، احنا بنتكلم عن المرطب، فهتبدا تقول والله المرطب ده فيه سيراميد، السيراميد بيكون طبقه حمايه على الجلد، بيقلل من الالتهابات، وكمان في تركيبه خفيفه مناسبه للاكزيما ومش بتسيب اثر دهني. فانا كده ببدا اخلق رغبه او بعمل اهتمام. لسه ما خدناش رغبه، احنا دلوقتي بنخلي العميل مهتم ان المنتج ده المنتج فعلا انا محتاجه. لكن تكمله الكلام اللي احنا نقوله هنخليه نزود الرغبه عند العميل. بعدين بقى هنكمل الكلام، هنخليه يتخيل التحسن اللي لما هو يستعمل المنتج ده ايه اللي هيعود عليه، ايه اللي هو يحس بيه. هقول له والله انت بعد ما تستعمل المنتج ده يعني بدل ما تحك في جلدك طول اليوم، لا انت ما بعد اول يوم او يومين ما عادش هتحك جلدك. كده هو بدا يتخيل النتيجه وبدا عاوز المنتج ده. وبقى مش مجرد ان هو مهتم بيه، لا ده انا عاوز المنتج ده. بس هو دلوقتي ما قررش هشتري امتى، لا انا عاوز المنتج ده عشان احل مشكله الحكه الموجوده عندي على طول. بس هو لحد دلوقتي ما قررش يشتري. في خطوه الاكشن هنخليه يشتري. رغبه عند العميل ده مش بالضروره معناه ان هو يشتري، لانه مش لازم يشتري دلوقتي، ممكن يبقى يشتري بعدين. فانت بتخلق له حاله ان هو لازم يشتري دلوقتي. يعني مثلا والله عليه عرض النهارده حبه والتاني مجانا، تحب اجيبه لك. الجمله دي مش ضغط، لكن فيها سبب يخليه ان هو لازم ياخد القرار دلوقتي، لان هو لو ما اشتراش النهارده هيشتري بكره بضعف السعر. فانت هنا بقى، ومش لازم تقول له على عروض، ممكن تقول له بكذا بكذا صيغه ثانيه وتعلمنا طبعا في السبين سيلينج والفاب ابروتش وكل الطرق اللي احنا شرحناها قبل كده. انت بناء على العميل اللي قدامك هتبدا تعرض له الاكشن اللي هو هياخده. كل عميل بيمر بالرحله دي وانت معاه. لو مشيت الايديا صح هتلفت نظره، تشرح باهتمام، تخليه يتخيل التحسن اللي هيطرأ عليه بعد ما يستعمل المنتج، وبعد كده تطلب البيع. ساعتها حتى لو كان متردد هيقول لك لا هات المنتج لان عليه عرض، هشتري النهارده بنص السعر، بكره لو جيت اشتري بضعف السعر. النماذج اللي احنا بنقولها دي سواء بقى الساندويتش تكنيك، الايديا، الفاب ابروتش، السبنسرنج، كل دي نماذج مش بالضروره انك تستعملهم كلهم مع عميل واحد، لا هو انت على حسب العميل اللي قدامك انت هتبدا بقى تتعامل باي نموذج. ولو انت لسه ما تعرفش اي حاجه عنهم ممكن تبدا تدريجي، يعني انت تتعود مثلا الاسبوع ده تتعامل بالسبين، الاسبوع الجاي بالساندوتش، لحد ما انت تتعود على المنتج وتبدا ان انت تعمله من غير تكلف ولا تصنع. لو عجبك المحتوى اعمل فولو عشان تتابع بقيه الحلقات. احنا لسه باقي لنا 33 ريلز ان شاء الله عشان نكمل السلسله. بالتوفيق يا شباب.